النهارده هاقول لِك على سِر. أنتِ مش محتاجة تستني السنة الجديدة علشان تبدئي تحطّي أهدافِك، هي اللي أنتِ مش قادرة تستوعبيها لحد دلوقتي إن ما فيش وقت مناسب أكتر من دلوقتي حالًا إن أنتِ تبدئي فيه، ولو أنتِ مستعدة تبدئي النهارده فأنا هاقول لِك على الsystem اللي أنا مشيت عليه في 2025 ومن خلاله حققت كل أهدافي تقريبًا. السيستم ده ساعدني أحوّل شخصيتي من شخص ما عندوش ثقة في خطواته، مش عارف هو بيعمل إيه، مش عارف هو ماشي صح والّا غلط، الحاجات اللي هو قرر يعملها دي هتودّيه في الآخر لنتيجة والّا لأ، لإن ما كانش في نتيجة ملموسة تخلّيني أحس إن أنا ماشية صح أو إن أنا أقدر أقول إن أنا نجحت. لشخص ماشي في طريقه، عارف هو بيعمل إيه كويس جدًا، دارس خطواته كويس جدًا، مركّز على نَفْسه وأهدافه، وعارف إيه الخطوات اللي بعد كده في حياته، وعنده الbusiness الخاص بيه الحمد لله، وأقوى جسديًا ونفسيًا وعقليًا، وهدفي من الفيديو ده إن أنتم توصلوا لنفس النتيجة. هاشارك معاكِ إزاي باحط أهدافي ل90 يوم جايين، وده الوقت المناسب اللي أنتِ تبدئي تخططي فيه لل90 يوم الجايين دول، لإن أنا بابدأ في نفس الوقت ده في السنة، فيساعدِك أنتِ كمان بأفكار تقدري تنفذيها وتعملي زيها، وتساعدِك تحطي أهدافِك بشكل أسهل وقابل للتحقيق، لإن إحنا يعني زينا زي أي حد كنا بنحط مثلًا الأهداف بتاعتنا، أنا هاعمل كذا وكذا وكذا، مش بطريقة مترتبة، بطريقة عشوائية، اللي هو اللي نِفْسي فيه أو اللي جه في بالي باكتبه وخلاص. وده أنتِ لو فضلتِ تعملي كده مش هيوصّلِك لحاجة للأسف. خلّيني أقول لِك الأول ليه 90 يوم، دي أفضل طريقة تحققي بيها أهدافِك أو تغيّري بيها حياتِك للأفضل نفسيًا، جسديًا، ماديًا، أيًا يكن. بُصّوا يا جماعة، الإنسان بيحتاج 21 يوم علشان يبدأ في عادة جديدة، و66 يوم عشان يخلّي العادة دي أو عشان يحوّل العادة دي لجزء من روتينه اليومي أوتوماتيك، ف90 يوم مدة كافية إنِّك تدخّلي حاجة جديدة لحياتِك تحوّليها لجزء طبيعي من اليوم. كمان دايمًا هتكوني excited جدًا وmotivated علشان أنتِ كل 90 يوم هتبني عادة جديدة أو هتشتغلي على هدف جديد. في العادي إحنا كُنّا بنحُط أهدافنا بتاعة السَنة كُلّها مرّة واحدة، فبنبقى متحمّسين جدًا في البداية، بنبقى عايزين نعمل كل حاجة وفي أول السَنة فعلًا بنبدأ وبنستمر، بس ما بنستمرش مدة طويلة لإن إحنا بنزهق وأوقات كتير بننسى أصلًا الأهداف اللي إحنا كُنّا حاطّينها وبنوقّف اللي إحنا كُنّا بنعمله، لإننا دايمًا حاسين إن السَنة طويلة فلسه بدري، ما فيش حد بيجري ورايا، فعادي يعني لمّا ما أعملش ده يوم، يومين، أسبوع، لحد أصلًا ما بتنسي اللي أنتِ كنتِ حاطاه أو اللي أنتِ كنتِ بتعمليه قبل كده. ترجعي تفتكري ده آخر السَنة، فبتحسي إنه في حد بيجري وراكِ، في السَنة بتضيع منِّك وأنتِ ما حققتيش أي حاجة، فلأ أبدأ بقى أشوف أهدافي وكنت عايزة أعمل إيه وكده، ففي الآخر بتحققي لِك هدف والّا حاجة أو 2 أو 3 بالكتير من الليستة الطويلة أوي اللي أنتِ كنتِ حاطاها في بداية السَنة، فده بيخلّينا مُحبطين شوية. عايزاكِ تتخيّلي معايا بقى إن السَنة بتاعتِك عبارة عن آخر 3 شهور في السَنة اللي أنتِ بتجري فيهم دول، واللي بتحققي فيهم فعلًا حاجة، فعاوزاكِ تتخيّلي إن السَنة عبارة عن 3 شهور بس أو 90 يوم، فهنخطّط ل90 يوم بس. أنا دلوقتي السَنة بتاعتي مش 365 يوم، لأ هي 90 يوم بس، فأنا هاحُط أهداف لل90 يوم دول بس. هتلاقي نَفْسِك بتحسّي نَفْس الإحساس اللي أنتِ بتحسّيه في آخر السَنة، اللي هو أنا في حد بيجري ورايا، أنا لازم أنجز، أنا لازم أحقق الأهداف دي، هتلاقيكِ دايمًا متحمّسة وعاوزة تخلّصي وعاوزة تحققي وعاوزة تجري وعاوزة تعملي اللي أنتِ مخطّطة له وكده، عشان السَنة بتروح منِّك اللي هي 90 يوم مش 365 يوم زي بقية الناس العادية لأ، فأنتِ لمّا تحسّي إنها وقت قصيّر مش وقت طويل بقى، اللي هو إحنا لمّا بنحس إن هي 365 يوم فلسه بدري ممكن أعمل ده الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، بعد 6 شهور، لأ، فأنتِ 90 يوم يعني السنة بتخلص فوقت أقصر، فأنتِ هتحاولي تنجزي أسرع، وكل 3 شهور هنحط أهداف جديدة وهيبقى في حماس جديد، لإن أنتِ السنة بتاعتِك خلصت اللي هُم ال3 شهور، فهتبدئي بقى سنة جديدة بأهداف جديدة، بحاجات تانية هتعمليها، فدايمًا الحماس حتة الفرحة بتاعة السنة الجديدة دي وإن أنتِ عايزة تنجزي دي دايمًا هتفضل موجودة عندِك. ده اللي أنا مشيت عليه بالضبط، وبجد يا جماعة أنا حققت
بسببه كل حاجة كنت مخططة لها تقريبًا، أو مثلًا نقدر نقول 90 أو 95% من الحاجات اللي أنا كنت مخططاها، وباقي الحاجات اللي أنا ما عرفتش يعني أعملها، ده بسببي مش يعني بسبب إن أنا أجّلت أو حصلت حاجات تانية أو اتضغطت في الشغل، عادي أجّلت حاجات قُلت خلاص هاهتم بيها السنة الجاية، عادي ما فيش أي مشكلة. لكن هو ده السيستم اللي أنا ماشية عليه، هاقول لكم بالضبط دلوقتي إحنا ممكن نعمله إزاي. ناخد كل جزء من جوانب الحياة وأشوف أنا منه فين دلوقتي وعاوزة أبقى فين أو عاوزة أوصل لفين. فليكن مثلًا هناخد الصحة، أنا فين دلوقتي؟ أنا دلوقتي مثلًا تعبانة، مرهقة، دايمًا حاسة بالإرهاق، حاسة إن جسمي متكسّر طول الوقت، دايمًا مهدودة كده وضهري واجعني وما أعرفش إيه. عاوزة أوصل لفين؟ لأ، عاوزة يبقى ضهري مفرود، عاوزة أمشي زي الناس اللي هي بتبقى ماشية كده مشية الإتيكيت، لأ، عاوزة يبقى جسمي رياضي، عايزة يبقى مثلًا جسمي مشدود. شوفي بقى أنتِ هتحطيها إزاي. خلاص أنتِ عرفتِ عاوزة توصلي لفين، عرفتِ الشكل اللي أنتِ عاوزة توصلي له، إيه الوسيلة أو الطريقة اللي هتوصّلِك أو العادات اللي أنتِ هتحطيها عشان توصّلِك للنتيجة دي، اللي هو أنتِ عايزة توصلي فين. إيه الحاجات اللي أنتِ هتعمليها تبدئي تبنيها علشان توصلي للحتّة دي. فمثلًا إن أنا أروح الgym كل يوم أو مثلًا 3 مرّات في الأسبوع، وإن أنا أتمشى كل يوم 2 كيلو، وإن أنا مثلًا الأكل بتاعي هاقلل السكريات، ما أعرفش هاكتّر ما أعرفش من إيه، كده. فده اللي إحنا هنمشي عليه في كل جانب من الحياة. وصدقيني العبرة مش في عدد الأهداف خالص، إحنا مش عايزين لِستة أهداف وخلاص، العبرة في أنتِ حققتِ إيه من الأهداف دي، أو حققتِ كام هدف من الأهداف دي. فلازم أحُط أهداف منطقية أعرف أحققها في المدة اللي أنا حاطاها دي، في اللي هو مدة ال90 يوم. ما أروحش بقى أحُط حاجات extreme فلمّا ما أحققهاش أحس بإحباط ولأ وما أعرفش إيه، فخلاص أعمل فاكس الحوار ده مش هاكمّل في أي حاجة تانية. لأ، أحُط يعني وأنا باحُط الأهداف بتاعتي تبقى منطقية، ما أحُطش حاجات أنا عارفة إن هي مش هينفع تتحقق في الوقت القصير ده. أنا مثلًا كنت في حالة اكتئاب شديد يومي كان هو بينعاد زي ما هو بالضبط، ما فيش أي تغيير. حياتي واقفة ما فيهاش أي حاجة بتحصل، مثلًا ما فيش مثلًا نسبة تغيير 1% بتحصل في اليوم، فأحس إنه في أمل. لأ، هو ما فيش خالص، ما فيش خالص. لإني كنت باحط أهداف اللي هو أي حاجة وخلاص، أي حاجة بتيجي في دماغي أنا عايزة كذا، عايزة أعمل كذا، وكلّها على بعضها مش مرتّبة أي حاجة. يعني أصلًا بانسى لمّا بابدأ في الحاجة في أول السنة أبُص عليها كده وماشي بُكرة، ماشي بعده، مش عارفة أصلًا أبدأ منين والّا أعمل إيه، وبانسى أساسًا الأهداف اللي أنا حطيتها، وأتفاجئ في آخر السنة وأنا بافتح الأهداف بقى اللي أنا حطيتها في أول السنة اللي أنا ما حققتش منها أي حاجة. ما هو طبيعي أنا ما باعملش أي حاجة. جالي اكتئاب بسبب إن أنا أصلًا ما باخدش خطوة، أو مش مرتبة نفسي، أو مش عارفة أنا باعمل إيه، ما فيش system واضح أمشي عليه. فالدنيا كانت عشوائية جدًا، لحد ما عرفت الsystem ده، وأنا عرفته على فكرة من كتاب اسمه ال12 أسبوع. هاحط لكم شكل الكتاب، هو كتاب جميل جدًا، من أكتر الكتب اللي أنا قريتها بجد وغيّرت حياتي، لإن هو يعني فيه خطوات عملية منطقية أقدر أنفذها، مش اللي هو مثلًا حد حاشر أو عامل حشو في الكتب وخلاص وقاعد بيكرر. لأ، هو كل جملة في الكتاب ده ساعدتني إني أحط الsystem ده لنفسي، ولمّا بدأت أتّبعه آخده كده اللي هو خلاص هو ده اللي أنا هامشي عليه، فبجد حياتي اتغيّرت 180 درجة. بدأت أتعرّف على النظام ده وبدأت أمارسه، اتعرّفت على نفسي من أول وجديد حرفيًا. يعني بدأت بقى أشوف أنا ليه مكتئبة، ليه حزينة طول الوقت، ليه ما فيش أي تغيير بيحصل في حياتي. لمّا حطيت الحاجة قدّامي كده والتصرفات اللي أنا باعملها، اكتشفت إن أنا مثلًا ما باخرجش كتير، يعني تقريبًا ممكن أقعد بالشهور في البيت، فالشمس ما بتشوفنيش، فأنا عندي نقص في فيتامين د، فطبيعي أبقى مكتئبة. أنا مش مكتئبة علشان في حاجة وحشة في حياتي، أنا مكتئبة عشان أنا بس محتاجة أنقع نفسي في الشمس مش أكتر. فاكرين لمّا قُلت لكم إحنا المفروض في الأول خالص بنحط أنا فين دلوقتي من الحاجة دي، وعاوزة أوصل لفين، وإيه التصرفات أو الإجراءات اللي أنا هاعملها عشان أوصل للحاجة دي. فهو ده بالضبط، لمّا تفتكروا بقى أنا قُلت لكم اكتئاب وما أعرفش إيه وحزن وحزينة طول الوقت، فأنا حطيت ده قدّامي، شُفت الحاجات دي قدّامي، طيب ده أنا دلوقتي،
عاوزة أوصل لفين؟ عاوزة أبقى مبسوطة، عاوزة يعني أبقى إنسانة كويسة، مش حاسة باكتئاب، في تغيير في حياتي. فإيه بقى التصرفات أو الحاجات اللي أنا هاعملها علشان أخرج من الحاجة دي؟ هو إني أخرج أكتر، أتمشى، أنزل أتمشى كل يوم مثلًا لمدة نُص ساعة، إني الشمس تشوفني، أروح أماكن جديدة، أعمل نشاطات جديدة علشان الاكتئاب ده أو أتخلّص من الحاجة دي وأوصل للنتيجة اللي أنا عاوزاها. فمثلًا أنتِ اسألي نفسِك إيه الحاجة اللي مخلّياكِ مكتئبة دلوقتي؟ مثلًا قِلّة الفلوس والّا قِلّة الشمس والّا إيه بالضبط؟ فليكن مثلًا قِلّة الفلوس. فأنا عاوزة أوصل لفين؟ عاوزة يبقى معايا فلوس كتير، ما نحطّش بقى الهدف كده، نخلّيه مُحدّد أكتر، اللي هو مثلًا أنا عايزة يبقى معايا عربية، أنا عايزة يبقى معايا بيت، أنا عايزة أسافر. فدي الحاجة اللي أنا عايزة أوصل لها أو عاوزة أكون فيها. فإيه الحاجات بقى اللي أنا هاعملها عشان أوصل للنتيجة دي؟ هو إني مثلًا هابدأ أدوّر على شغل جديد، هابدأ أشوف أتعلّم مهارة جديدة علشان تدخّل لي فلوس جديد أكتر، إن أنا مثلًا هادوّر كشغل freelancer، إن أنا مثلًا أنزل شركات أقدّم على شغل، إن أنا هادخل على LinkedIn أدوّر على شغل، أشوف بقى الحاجات اللي أنا هابدأ أعملها دي وأحطها قدّامي وأبدأ أبني العادة بتاعتي عليها. خلاص أنا كل يوم هادوّر على شغل مثلًا على 10 شركات على LinkedIn، هاقدّم الCV بتاعي. كل يوم أحُط مثلًا الساعة من الساعة كذا للساعة كذا، أنا بس مهمتي إن أنا أدخل على LinkedIn أدوّر على وظايف تناسبني أو تناسب المهارات بتاعتي وأقدّم فيها الCV بتاعي. والله مثلًا خلاص أنا هافتح قناة يوتيوب تبدأ تعمل لي دخل أكتر. فخلاص يبقى من يوم كذا الساعة كل يوم مثلًا هاقوم أصوّر مثلًا vlog أو شوفي بقى المحتوى اللي أنتِ هتنزّليه وتبدئي تكتبي الscript بتاعِك وتقومي من الساعة كذا تحددي لنفسِك أنا من الساعة مثلًا 09:00 لحد الساعة 12:00 آمم هادوّر على فكرة، هاكتب الscript، هاقوم أصوّر الفيديو، تبقى دي العادة بتاعتِك، إن أنتِ كل يوم بتعملي كده، لحد ما تبقى عادة يومية أو جزء طبيعي من حياتِك. وما تخلّيش أهدافِك عامة، يعني حُطّي أهدافِك بناءً على جوانب محددة، مثلًا الجانب المالي، الbusiness، الجانب العائلي، أنا مثلًا عايزة أقعد مع عيلتي أكتر، هاقعد ساعة أكتر في اليوم، الجانب الصحي، الجانب الديني، حياتي الشخصية، تطوير الذات، القراية، جسمي عاوزاه يبقى عامل إزاي أو شكله عامل إزاي، وأحط الصورة قدّامي كده، هي دي ده الشكل اللي أنا عايزة أوصل له، وهابدأ بقى أحط أهدافي بناءً على التقسيمات دي. شوفي أنتِ بقى قسّمي الحاجات بناءً على اللي أنتِ محتاجاه أو محتاجة تعمليه، حطّي الأهداف بتاعتِك في كل جانب منهم كده، يبقى كل حاجة مترتبة، أنتِ عارفة أنتِ في الحتة دي عايزة تعملي إيه، وفي الحتة دي عايزة تعملي إيه، وفي الحتة دي عاوزة توصلي لإيه. وبدل ما تقولي أنا عاوزة أبقى healthy وخلاص في العموم كده، أو مثلًا عايزة شكلي يبقى جسمي يبقى شكله حلو، لأ، يعني حُطّي أهداف محددة، زي مثلًا إنِّك أنا هاروح الgym 4 مرات في الأسبوع، إن أنا هاتمشى كل يوم مثلًا لمدة نُص ساعة، إن أنا هاقلل السكر. افتكري إنِّك بتبني عادة فهنمشي لها خطوات، يعني خطوة أولى 1، 2، 3 وده في اليوم، الجزء اليومي يعني، لحد ما تتعودي إن هي خلاص بقت حاجة طبيعية أنتِ بتعمليها. كل جزء حُطّي أهدافه لمدة 3 شهور بس، ما تحطيهوش لمدة نفتكر بقى ال3 شهور، ما تحطيهوش لمدة سنة، أنا لمدة سنة أنا عايزة أعمل لأ، لمدة 3 شهور مثلًا أنا عايزة أخس 3 كيلو أو عاوزة أزيد 3 كيلو. فخلاص أنا عارفة أنا المدة دي أنا هاتصرّف إزاي بالضبط عشان أوصل لل3 كيلو. خلصنا أهداف ال3 شهور، هنيجي بقى نوزّع الأهداف بتاعتنا دي على كل شهر. يعني إحنا حطينا الحاجات بتاعة ال3 شهور بس، إحنا بقى هناخد الحاجات بتاعة ال3 شهور دي نوزّعها على كل شهر، ما نسيبش الدنيا عايمة كده، ما هي نفس الفكرة برضه هنرجع ننسى أو هنشتغل عشوائي وخلاص. كل شهر هنقسّمه لأسابيع، كل أسبوع هاعمل إيه بالضبط، كل أسبوع في روتين عامل إزاي، حوّليها لعادة يومية بحيث أنتِ كل يوم هتعملي كذا، كذا علشان توصلي أو تحوّليها لعادة أو جزء من يومِك الطبيعي. كل أسبوع اعملي check على أهداف الأسبوع ده خلّصتيهم والّا لأ، هتلاقي نفسِك بجد عملتيهم كلّهم تقريبًا، أو مثلًا 80% ده الscore بتاع اللي أنتِ حققتيه من الأهداف اللي أنتِ حطيتيها، أو من العادات اللي أنتِ بتبنيها. فهتلاقي نفسِك عايزة بقى الأسبوع اللي بعده على طول
متحمسة إن أنتِ تزوّدي الscore ده، إن أنتِ عايزة توصلي لأ من 80% عايزة أبقى 90%، عايزة أبقى 100%، فدايمًا هتبقي excited كده إن أنتِ لأ أنا عاوزة أبقى أحسن، عايزة أتطوّر، عاوزة مثلًا لأ العادة دي أنا مثلًا ما اهتمتش بيها أوي، فأنا لأ دي اللي هاركّز عليها الأسبوع الجاي وهكذا. فأنتِ في نهاية الشهر هتلاقي نفسِك أو في نهاية ال3 شهور هتلاقي نفسِك محققاهم كلّهم، وكل 3 شهور شوفي إيه اللي أنتِ حققتيه وخلاص بقى كده عادة، ما بقيتيش أصلًا تفكّري فيه، خلاص أنتِ بقيتِ كل يوم بتعمليه من غير ما تحسّي أصلًا زي السواقة كده، إحنا بقينا نسوق من غير ما نحس مثلًا، فبقى عادة خلاص مش محتاجة أبُص عليه تاني، وإيه اللي لأ كان صعب ومحتاج فترة أطول فهامِدّه لل3 شهور الجايين، لأ أنا محتاجة أشتغل عليه كمان 3 شهور أو لسه ما اتعودتش عليه بحيث إنه يبقى جزء من روتيني الطبيعي. شوفي إيه الحاجة مثلًا اللي أنتِ كنتِ حاطاها وما بقِتش مناسبة ليكِ، مهارة مثلًا كنتِ عايزة تتعلميها، فلمّا بدأتِ فيها ويعني أخدتِ actions فيها بالفعل، لأ حسيتِ إنه مش دي الحاجة اللي أنا عايزة أعملها، مش دي الحاجة اللي أنا عايزة أكمّل فيها، مش دي الحاجة اللي أنا عايزة أشتغلها، فخلاص هالغيها. أنا مثلًا أنا يعني كان هدفي من أهداف 2025 إن أنا أتعلم علم النفس. أو إن أنا يعني أحسّن من نفسيتي، فأنا عايزة أدرس المجال ده عشان أحسّن من نفسيتي مش عشان أشتغل فيه. فبدأت بالفعل أخدت كورسات كتير جدًا وأخدت يعني سمعت محاضرات كتيرة جدًا، ومن ضمنها محاضرات لشخصية معيّنة وبناءً على ترشيحات الناس أنا سمعتها، يعني أصلًا كان في إعلامي كبير هو اللي قايل عليها في البرنامج بتاعه، فقُلت خلاص هاحضرها لإنه ما كانش بيعمل ليها إعلان، فلمّا قعدت أخدت مثلًا بتاع 60 فيديو قاعدة أسمع فيه، حسيت إنه لأ، أنا مش فاهمة حاجة، أنا قاعدة باضيّع وقت وأنا مش فاهمة منها حاجة، ممكن ناس كتيرة تانية تبقى بتحبها وفهمِت منها والcomments عندها ما شاء الله كل الناس فاهمة منها ما عدا أنا، أنا مش حابة الأسلوب بتاعها أو حاساها ب ب بتمُط في الكلام، فمش بتدّيني المعلومة على طول، فلأ، قُلت لأ شكرًا، خلاص لغيت لإن وقتي أنا اللي ضايع، فدوّرت على حاجة تانية بعدها في الشهور اللي بعدها على طول، عشان ما أضيّعش وقت وعشان أستفيد بقى من حد تاني، يعني وقتي ضاع علشان أنا حاطة كل 3 شهور أنا باعمل حاجة، فلحقت نفسي بدري، بدري ما ضيّعتش وقتي. مثلًا كنتِ حاطة هدف إنِّك توصلي ل100,000 متابع مثلًا على قناة أنتِ عاملاها زي مثلًا اليوتيوب، فحسيتِ لأ الموضوع أصعب، محتاج وقت أطول من ال3 شهور، فمش زي ما كنتِ متخيلة، أنا لأ محتاجة أشتغل أكتر بدل الفيديو الواحد اللي هانزّله في اليوم، أنا هانزّل في الأسبوع مثلًا لو هي قناة يوتيوب، فبدل فيديو واحد لأ أنا هانزّل فيديوهين، بدل ما أنا ما كنتش بانزّل كل يوم، لأ أنا هابدأ أنزّل كل يوم، أنا باراجع على الأهداف اللي أنا حققتها وباشوف إيه اللي ما اتحققش، ف هو محتاج مثلًا وقت أطول والّا لأ أنا خلاص ما بقيتش عايزاه علشان بقى ما أضيّعش وقتي. وعاوزين بقى نعمل الvision board سوا، فقولوا لي في الcomments علشان نعملها سوا هنا في فيديو، أتمنى تكوني لقيتِ الفيديو ده مناسب ومفيد ليكِ، وتقدري تنفذي اللي فيه، ويغيّر حاجات كتير من حياتِك للأفضل. Thank you so much for watching وأشوفكم كلكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.